هم سألت نفسك ليش الكبسول اللي نشربه بلونين؟ أول شيء اللي أريدك تعرفه إنه شركات الأدوية ما عندها حبر زايد حتى تلون الكبسول مالتها، ولا إنه بدون أسباب، إنما الموضوع له أكثر من قصد وغاية. إذا قررت تفتح الكبسولة فراح تلاحظ إنه هي مكونة من جزئين، جزء أطول من جزء، الجزء الأطول يتم به تعبئة الدواء، والجزء الأصغر يكون هو الغطاء. الغطاء هو اللي صاحب اللون أو يكون هو غالبا ملون. هذا التلوين يساعد شركات التعبئة مال الأدوية حتى يعرفون وين يخلون الدواء ومن هو الجزء بيهم الغطاء، فلذلك يتم تلوين الكبسولة إلى لونين، بس أكو مقاصد ثانية. كبار السن غالبا يواجهون مشاكل بقراءة اسم الدواء، فلذلك يلجؤون إلى لون الكبسولة حتى يعرفون دواهم ويميزونه عن بقية الأدوية، فلون الكبسولة يساعد كبار السن على معرفة دواهم. وحتى الأطفال، لاحظت دراسات أن الأطفال يميلون لشرب الكبسول الملون على الكبسول العادي. بالإضافة إلى ذلك الكبسول الملون يعطي اختياراته هواي للشركات المنتجة للعلاج اللي تلون الكبسول باللون اللي يميزها ويميز منتجاتها عن بقية الشركات، فلذلك الكبسول يكون ملون.